تسريب هاني حتحوت، تأجيل عقوبة كهرباء، خطوة تفصل بين شرقي وأخرى تفصل طارق حامد. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم هنتكلم في 3 مواضيع مهمة جدا، يا ريت تسمعوا الفيديو للآخر وتعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أول موضوع هنتكلم فيه هو تسريب هاني حتحوت. أحد الصفحات المهمة المحسوبة علينا قالت تسريب هيكسر مصر كلها، هيكسر الدنيا كلها. هو عبارة عن إنه تسريب لفيديو فيه واقف فيه هاني حتحوت واقف بيدي محاضرة لأكاديمية الإعلاميين، وهو كان بيقول في المحاضرة إن هم طلبوا منه إن هو يقول على امير مرتضى منصور ان هو سمسار. قال لك انا علشان اقول كلمه زي ديت لازم تكون حاجه في ايدي بتقول ان هو سمسار، لازم امسك حاجه بايدي تقول ان هو سمسار. لما انت بتشوف الفيديو بتحس ان الفيديو ده ولا حاجه، فيديو عادي جدا ما فيهوش اي حاجه خالص، وهو الراجل اللي قاله حتحوت هو كلامه صح 100%. يبقى شوف فين القنبله، فين الكلام اللي هم بيقول لك ده قنبله؟ ده عبط وهبل. خلافه مع المستشار مرتضى منصور خلى الناس تضحك عليه. ليه؟ لانه بيطلع حاجات غريبه جدا وبيقول حاجات ملهاش اي لازمه، ودي مش حقيقه. الموضوع الثاني اللي احنا هنتكلم فيه هو تأجيل عقوبة كهرباء. امبارح كان في جلسة لمحكمة القضاء الإداري علشان تفصل في الدعوة المقدمة من نادي الأهلي ببطلان تشكيل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم. طيب الدعوة حصل فيها الدعوة اتأجلت إلى 1/8. ده معناها إيه؟ إن النادي الأهلي لما قال إن هو هينسحب من القضية ما كانش بمزاجه، بدليل إن القاضي امبارح أجل الدعوة ليوم 1/8/2023 وما حطش أي اعتبار بالبيان اللي كتبه الأهلي بالتنازل عن القضية. ده معناها إيه؟ مش تخش القضية وتخرج من القضية بمزاجك، ده كلام فاضي. لما تخش قضية مش هتخرج بمزاجك. طيب يعني الدوري كمان هيخلص 1/8. يعني ايه دلوقتي؟ اذا يا عزيزي المشاهد ومتابعي كرة القدم العالمية، لدينا هنا رقم قياسي جديد. لاعب اخطأ في حق جماهير نادي الزمالك يوم 21/1 تم ايقافه امتى من لجنة الانضباط 12 مباراة، وسينتهي الموسم ولم يتم معاقبة اللاعب. طيب وسيتم معاقبة اللاعب في الموسم الجاي القادم إذا عوقب أصلا. ولم تحدث في تاريخ كرة القدم في العالم كله منذ إنشائها إن في لاعب بيقعد حوالي 7 شهور أو 8 شهور وعليه 12 مباراة إن هو يتوقفهم وهو ما خدش اي حاجة فيها لغاية دلوقتي. نحن نعيش في كوكب تاني خالص اسمه كوكب المريخ ومش كوكب الارض، وديت من اغرب الحاجات اللي انت هتشوفها في حياتك كلها. وده في النهاية ادى الى ان عدم وجود عدالة في المنافسة في الكرة المصرية، لان احنا دلوقتي داخلين في كام شهر ولم يحدث لكهرباء اي شيء. يعني كل المباريات اللي لعبها كهرباء هي مباريات غير سليمة وغير صحيحة، وهو مش من حقه يلعب اي مباراة من بعد عملية ان هو من لجنة الانضباط لما حكمت عليه ب 12 مباراة. ده بالنسبة لموضوع كهرباء وتأجيل عقوبة كهرباء. هنتكلم دلوقتي في موضوع بن شرقي. هي خطوة يعني هتفصل بن شرقي عن ايه؟ مش عن الزمالك، عن بيراميدز. تم الاتفاق مع كل شيء ما بين اتنين، ما بين سالم الشمسي والجزيرة الاماراتي. الجزيرة الاماراتي هيدفع من راتب بن شرقي اللي هو $500,000، وبيراميدز هيدفع $1,700,000 لان مرتب بن شرقي ايه؟ $2,000,000 و200,000. بيراميدز موافق على كل حاجة والجزيرة الإماراتي موافق على كل حاجة. الحاجة الوحيدة اللي ناقصة هي رغبة بن شرقي. مشكلة بن شرقي الحقيقية إن هو مش عايز يلعب لنادي بيراميدز، هو عايز يلعب لنادي الزمالك، ولكن نادي الزمالك ما يقدرش يدفع مرتب بن شرقي لأنه مرتبه عالي جدا جدا. في الفترة اللي جاية هتبين بالظبط إيه اللي هيحكم الموضوع، هل الفلوس هي اللي هيحكم الموضوع أو رغبته. ولكن لو هو قال انا عايز اروح للبيراميدز، هو من بكره هيلعب في
بيراميدز. هي ديت اساس المشكله دلوقتي، هي رغبته ومشكله الفلوس، وهي ديت هتيجي في الفتره اللي جايه. ونفس المشكل مع طارق حامد. طارق حامد اتفق خلاص على فسخ عقده مع اتحاد جده بالتراضي. هو مستني بس يجيله عقد من فريق كبير منين؟ من السعوديه، ولكن مش هيجيله لان هو عايز يجيله من الهلال او النصر. بيراميدز عرض عليه 1,200,000 دولار، ورفع كمان ل1,300,000 دولار. طبعا هو نادي الزمالك مش في حسابات طارق خالص، لانه عنده مشكله مع الاداره، وفي نفس الوقت الزمالك ما يقدرش يدفع له المرتب اللي هو عايزه ده، لان مرتبه بيعتبر عالي جدا. 1,300,000 دولار، يعني انت بتتكلم في حوالي 50 مليون جنيه في السنة، وده بيعتبر مرتب عالي جدا. يبقى احنا النهاردة عرفنا بن شرقي هيعمل ايه، طارق حامد هيعمل ايه، عقوبة كهرباء وتسريب حوت. طبعا انا دلوقتي سعيد جدا ان انا كنت معاكم، ودي كل الاخبار اللي كانت عندي اليوم. اتمنى منكم بس ان كنتوا تعملوا تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.